السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس محمد إيهاب. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ أتمنى تكون الفيديوهات اللي فاتت يعني استفدتوا منها استفادة لو بسيطة، شوية معلومات قيمة كده صغيرة على السريع. بس خلاص بقى احنا عايزين نبتدي في الجد، يعني خلاص بقى الشغل بقى ازاي نعمل بوكس وازاي نحركه وازاي نيجي يمين وشمال. خلاص بقى عايزين نبتدي في الجد شوية. عايزين نخش مرحلة ادفانسد في ال 3 دي ماكس. هنبدأ ان احنا نتعلم النهاردة الموديلنج. تمام. ومش هقدر اشرح لك بقى الموديفاير ده بيعمل ايه، ده بيعمل ايه، ده بيعمل، لا انا عايز اطبق، انا عايز اعمل يعني الفيديو النهارده يكون عملي. هنعمل ان شاء الله مع بعض حاجه زي كده. تمام. عايزين حاجة عملي هنتعلم فيها كذا موديفاير، هنتعلم فيها الموديلنج. انا بحب كده، يعني انا كل واحد ليه طريقته في التعليم، كل واحد ليه طريقته في ان هو حتى في الدراسة ما كنتش احب اقعد اتفرج على الفيديوهات ازاي نحط لمبة، ازاي نشغل، لا انا عايز اشتغل وريني وانا هتعلم وراك. تمام. فاتمنى تكون الطريقة دي برضو انتوا تحبوها ان شاء الله، لان احنا هنوصلها بطريقة سهلة وبسيطة كده، حاجة مبسطة يعني. هنبتدي بحاجة بسيطة. هتقول لي هو ده حاجة بسيطة؟ أقول لك حاجة بسيطة جدا يعني. أنت لو عرفت تعمل ده يبقى أنت خلاص، يعني أنت عرفت موديلنج. تمام. هنتعلم فيه كذا موديفاير مع بعض. هنطبق فيه ازاي نعمل الارض، ازاي نعمل، طبعا مش بتكلم على ماتيريال، مش بتكلم على خامات، لا انا بتكلم على موديلنج بس. هنعمل موديلنج بس كده، نتعلم فيه واحدة واحدة. تمام. عندنا هنا مثلا ارض، عندنا رصيف متقسم لو خدت بالك، عندنا هنا اللي جوه ده الارض اللي بتمشي عليها، عندنا المبنى، عندنا الفريم ده، الفريم ده السور. تمام. هنبدأ نطبق واحدة واحدة كذا موديفاير، هنتعلم منه حاجات كتير ان شاء الله. طيب نقول بسم الله ونبتدي. بصوا ركزوا معايا جدا. احنا عملنا المرة اللي فاتت، اتعلمنا ازاي نعمل بوكس. اتعلمنا ان في حاجة اسمها سيجمنت، يعني بنقسم البوكس بتاعنا. تمام. طيب قبل ما نشتغل انا عايزك بس تركز معايا كده كويس. احنا عملنا بوكس زي ده. اول حاجة واهم حاجة هتتعلمها هي حاجة اسمها convert to editable poly. ايه الاديتابل بولي ده؟ انا كنت في الاول برسم بوكس، اعرف اجيب طول عرض يمين شمال، انسخه، اعمل له كوبي، اعمل له فاهم قصدي. دلوقتي انا اقدر اتحكم في كل جزء من البوكس ده. يعني عندنا هنا حاجه اسمها القايمه دي، عندنا حاجه اسمها فيرتكس، عندنا الايدج، عندنا البوردر، عندنا البوليجون، وعندنا الاليمنت. ايه كل الكلام ده؟ الفيرتكس ده بص ركز معايا كده، بيمسك كل نقطه موجوده عندي، اقدر اتحكم فيها زي ما انا عايز. الايدج اقدر امسك الخطوط يعني اللي في البوكس بتاعي، اقدر بص كده امسك لي الخطوط بس، اقدر اتحكم فيهم زي ما انا عايز. البوردر دي خليها دلوقتي هقولها لك بعدين. البوليجون ده بتحكم في كل وش من الوشوش بتاعتي، بص كده، اتحكم فيه، احركه زي ما انا عايز، ادخله، اعمل اللي انا عايزه. كنترول زد عشان مبصش المنظر. الاليمنت ده بيمسك المنظر كله. تقول لي طب انا اعمل كده يا عم وخلاص. اقول لك لا، بص كده، لو انا جيت مثلا مسحت البوليجونز دي، لو جيت عملت الاليمنت، هيخلي لي ده اليمنت لوحده، عنصر لوحده، وده عنصر لوحده. خدت لي بالك؟ معلومة تانية برضو لازم تبقى عارفها، لو انا مثلا واقف على البوليجون ده وعايز اختار الفيرتكس، لو انا مثلا انا عايز اختار الفيرتكس دي مع الفيرتكس دي مع الفيرتكس دي مع الفيرتكس دي، عايز امسك الاربعة فيرتكس دول، الاربعة دول. لو انا مثلا عملت كده، بص مسك لي حاجات من ورا والدنيا باظت، لا انا عايز الاربعة دول بس من غير ما اقعد اعمل كده وكنترول ودي وكنترول، هتلخبط. لا انا بقوم جايب البوليجون، مسكت البوليجون بتاعي، كنترول مع الفيرتكس، حدد لي الاربعة اللي انا عايزه. فهمت قصدي؟ طب لو انا عايز برضو اختار بالنسبه للايدجز، مثلا عايز امسك الايدج دي مع الايدج دي مع الايدج دي مع الايدج، اقعد اعمل كده كنترول دي، لا برضو بوليجون اهي، كنترول مع ايدج، اخترت الايدجز اللي انا عايزها. طيب ايه بقى البوردر اللي انا قلت لكم هقولها لكم دي؟ بص يا معلم، انا عندي مثلا جيت مسكت البوردر، ضغطت على هنا، بص بيمسك لي الحاجات المفتوحه دي كلها. كليك يمين بعمل كاب، قفلهولي. نفس الكلام، كليك يمين بعمل كاب، قفلهولي. يبقى ايه فايدة البوردر؟ ان انا بقفل الحاجات المفتوحة، الفيرتكس النقط، الايدج الخطوط، البوليجون الوشوش بتاعة البوكس بتاعي او مهما كان الشكل، الاليمنت العناصر اللي انا بمسكها كلها. طيب حاجة تانية، لو انا جيت رسمت مثلا بوكس، هتقولي لو انا عندي بوكس بس انا ما قسمتوش سيجمنت اصلا، يعني ما فيهوش سيجمنت اهو،
وجيت حولته لإيديتابل بولي. طب بقى عايز امسك حته صغيره، اقول لك سهله جدا. بص يا معلم، انا عايز اعمل خط هنا، عايز اقسم الوش ده، البوليجون ده، عايز اقسمه لاتنين. هقسمه ازاي؟ هقول لك حاجه، في عندي موديفاير اسمه كونكت. بص كده، انا لو مسكت الايدج ده مع الايدج ده كنترول طبعا وانا بضغط، عملت كليك يمين وضغطت له كونكت هنا عند المربع ده، بص كده قسمه لي الاتنين، عمل لي خط واحد. قسم، لان انا ماسك الايدج ده والايدج ده، فهو بيعمل خط بيفصل بينهم الاتنين. فممكن ازود طبعا الخط ده زي ما انا عايز، عايزه 4، عايزه 5، عايزه زي ما انا عايز. تمام. اقدر اتحكم بالمسافات ما بينهم، اقدر اتحكم اجيبهم يمين او شمال. ممكن اعمل صح وبعد كده اتحرك انا زي ما انا عايز يعني، زي ما انت شايف كده. طبعا ده عشان بيخرج بره البوكس، اقدر اتحكم زي ما انا عايز. طيب عايز اعمل خط بالعرض كده، هعمل ايه؟ ماسك الايدج ده، كنترول مع الايدج ده واعمل كونكت. طبعا هو بيجيب لي على الكونكت القديم، فباجي هنا عند السهم اعمل كليك يمين، كليك يمين، كليك يمين، بيخليه لي واحد بس، اقدر انا زي ما انا عايز. طبعا بعد ما قسمته اقدر امسك كل بوليجون لوحده. بص ده بوليجون كامل عشان مش متقسم، هنا اقدر امسك كل بوليجون لوحده، هنا اقدر امسك الايدجز دي، هنا اقدر امسك الفيرتكس اللي انا عايزها. بص هنا كده، شوف قسمتهم لكذا فيرتكس. بص، حد خد باله من الغلطة؟ مفيش غلطة ولا حاجة. طيب فهمتوا البوليجون والكونكت ايه اللي انا بقوله ده؟ طيب يبقى احنا خدنا اول حاجة الكونكت. تاني حاجة مهمة هناخدها دلوقتي، الباقي هنبدأ نشرحه مع الورشة ان شاء الله. بصوا كده معايا دلوقتي، مثلا خلينا نمسك حاجة زي دي. هعلمكم بس اخر حاجه اسمها اكسترود وفي انسيت. ايه الاكسترود والانسيت ده؟ بص يا معلم، انت لو مسكت البوليجون مثلا زي ده وعملت له حاجه اسمها، ضغطت كليك يمين طبعا، عملت اكسترود. اكسترود ده بقدر ان انا اخرج البوليجون ده، اتحرك فيه يطلع زي ما انا عايز. بص كده، يقدر يطلع، يخرج لبره، يدخل لجوه. ممكن كليك يمين برجعه زي ما هو، اكتب له انا عايز يطلع 10 متر بس، عايز يطلع 50. طبعا 50 دي بعد ال10، هو طلع 10 خلاص، في 50 طلع 50، هو كده ايه؟ طلع 60. طيب في حاجة تانية اسمها انسيت. بص الانسيت دي، ده بيعمل لك زي فريم كده حوالين البوليجون بتاعي، بعدين اديله الاوكي، اقدر اعمله بقى اكسترود تاني، اتحرك زي ما انا عايز، ادخله لجوه، اخرجه لبره زي ما انا عايز. طيب يبقى احنا كده فهمنا الكونكت، الاكسترود، الانسيت. طيب خلينا نبتدي بقى جد شوية. يلا، عندنا حاجة زي دي. طيب قبل ما نشتغل اي حاجه لازم تقعد تترجمها كده في دماغك. ايه المنظر اللي قدامي ده؟ ايه اللعبكه دي؟ هي مش لعبكه ولا حاجه. عندك رصيف متقسم، عندك الشارع اللي هو الاسفلت، عندك البوكس ده، عندك بوكس ده، عندك فريم، عندك فريم. بص انت بتحاول تقسم كل حاجه، مكعبات، مثلثات، دوائر، كل حاجه عباره عن كده. اصلا هي اشكال هندسيه، العالم ده كله اشكال هندسيه، مربع، مثلث، دايره، بتكونهم مع بعض بتطلع بحاجه. فاهم قصدي؟ طيب خلينا مثلا نبتدي. عندنا ارض، نعمل الارض بتاعتنا بلين بسيط عادي جدا، مفيش اي حاجه. تمام. هخفي بس الجريد ده عشان انا ما بحبوش بصراحه. طيب عندنا الارض اهي، عندنا هنا مثلا بوكس، نبتدي ببوكس بسيط. طبعا احنا مش هنشتغل بدايمنشن قوي، احنا بنشتغل بالحب كده لحد ما نبدا بقى نطبق ورشات حقيقيه. هنبدا نظبط الدايمنشن. طبعا احنا دلوقتي شغالين في الموديلنج، ان شاء الله هتبقى محاضره للموديلنج، محاضره للماتيريال، محاضره لللايتنج، محاضره للكاميرا مع البوست برودكشن والريندر. اوكي. طيب نرجع للموديلنج تاني. عندنا مثلا بوكس بسيط اهو، البوكس ده ممتد لاخر الشقه ولا ممتد لحد هنا بس؟ لا يعني من جوه ممكن يبقى فيه، خلينا نقول ان هو واقف لحد هنا. طيب بوكس، هنعمل البوكس بتاعنا، خلينا مثلا بوكس اهو. حلو، طلعنا بالبوكس. ده يا عم البوكس اهو. بص كده للصورة، كويس. ممكن نعليه شوية كمان. طبعا احنا قلنا ما بنشتغلش بدايمنشن، احنا بنتعلم موديلنج. رجعوا الصورة كده شوية. طيب ده خلينا نقول ان ده الشكل مثلا اهو. هنلاقي عندنا هنا في الفريم اللي طالع ده، طبعا ده ممتد لجوه، ده للسقف وده للحيطة بتاعتنا يعني.
ممتد لحد مثلا نص البيت اهو كده، فريم طالع. طيب فخلينا مثلا نيجي هنا نضغط على التي عشان نطلع توب. هنعمل بوكس تاني، هنفعل الاوتو جريد نتأكد ان احنا مفعلينه. نجيبه مثلا من هنا كده ونرجعه لورا. تمام اهو. تمام. طبعا مش ده الارتفاع اللي احنا عايزينه، فهو نزل لتحت. طيب بالسالب نكليك يمين نطلعه لفوق، فنطلع فوق 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 لحد هنا مثلا. انا شايف ان ده كده كويس، وريني. يعني ممكن يكون كويس، ممكن نطلعه فوق كمان شوية. تمام. طيب الفريم ده طالع لفوق وجاي يمين لحد نص الشاشة. حد يقدر يقول لي هنجيب يمين ازاي؟ بالظبط زي ما انت قلت، هنحوله لداتا بالبولي. بص كده، حولناه لداتا بالبولي. طيب احنا عايزين، بص كده ركز معايا، شايف الشكل ده طالع لحد هنا، جاي من البوكس ده طالع لحد هنا. جميل. طيب هنعمله ازاي؟ ممكن نمسك الوش ده، نضغط كنترول لإدج، بقى كده ماسك لي ايه؟ الاربع ايدجات. لا انا مش عايز دول يا جماعه، انا عايز الايدجين اللي على اليمين والشمال. او ممكن امسك ده وده وخلاص لان هم صغيرين. طيب مسكنا الايدج ده والايدج ده، كليك يمين واقول له ايه؟ كونكت. برافو، صح. فين الايدج بتاعي؟ هو تحت. انا اطلعه فوق شويه لحد هنا مثلا، وريني كده. ممكن لحد هنا كويس. بعدين امسك البوليجون بتاعي اللي هو ده واقول له اكسترود. طلعته صح كده. طيب انا طلعته، هطلعه بمسافه قد ايه؟ بص كده، أنا لو جيت عملت لازم اعمل صح الاول، بعد كده اقدر اتحكم فيه زي ما انا عايز. هو مثلا نص البيت، خلينا نعمل فرونت اف عشان نشوف المنظر. مثلا حد وريني كده، يعني لحد هنا كويس. طيب طبعا انا اقدر امسك الايدجز مثلا دي، اقدر ارجعه لورا، الفيرتكس قصدي. بص كده لو جينا بصينا، انا مسكت الفيرتكس اقدر اتحكم فيها، يعني مش لازم بالاكسترود بس، فاهمني؟ ممكن امسك الفيرتكس دي كلها واطلعها فوق شويه. فاهم قصدي؟ فاهم انا بتكلم في ايه؟ فخلينا نرجع الفرونت تاني. يعني انا مثلا حاسس ان المسافه دي عاليه، وريني. لا، حاسس ان انا عايز اطلعها فوق شويه، أو ممكن اقوم عامل كده. دي عايز اجيب يمين شويه. فهمت قصدي؟ مش لازم كله بالفيرتكس، مش لازم كله بالبوليجون قصدي، انا ممكن اتحرك بالفيرتكس عادي. طيب جبنا الشكل ده. هنا عندنا ايه تاني؟ عندنا في برضو فريم هنا كده داخل لحد جوه، يعني ده السقف بتاع الدور الأرضي. فخلينا نعمل إيه؟ خلينا نقول إن هو جاي منين. بص عايزين نشوف، هو جاي من جوه شوية، من بعد البوكس شوية، ماشي ونازل. طيب نرجع هنا، نيجي نعمل بوكس جديد. بص كده، ليه أنا مفعل أوتو جريد؟ لو أنا مش مفعل أوتو جريد وجيت عملت بوكس، بص البوكس راح فين؟ إيه يا عم ده، أنت مسافر ولا إيه؟ لا، إحنا عايزين البوكس بتاعنا على البوكس ده. فهنفعل حاجة اسمها الأوتو جريد من هنا كده. بص عملنا البوكس بتاعنا اطلعه. طيب البوكس بتاعنا مش ماشي مع ده بالظبط. حلو، هعلمك بقى حاجه حلوه قوي دلوقتي. ضغطنا فرونت عشان نشوف المنظر من قدام. بص كده، هنفعل حاجه اسمها السناب. فعلنا السناب بيخليني اقدر اتحكم في النقط. بص اقدر امسك النقطه دي، اتحرك احطها على النقطه دي. فاهم قصدي؟ لا انا عايز بقى، بص كده، انا عايز النقطه ده اهي، تعالي احطها على النقطه دي. بص كده، بص اللي حصل، بقى ماشي بالظبط معاه. ده السناب بنفعله. بعد ما خلصنا بنقفله تاني. طيب انا عندي ده داخل جوه شويه، ممكن احركه جوه كده. بس والله انا عندي لا، ده داخل لجوه خالص. طب تمام خلاص، خلينا نحوله لإديتابل بولي. حلو. خلينا نمسك الدوائر دي ندخلها لجوه خالص. حلو كده اهو، دخلها لجوه. بص الحته دي بقى، انا عايز الحته دي تنتهي مع الحته دي. بشغل السناب، ماسك هنا يعني بص انا عايز احركه في اتجاه الواي، صح؟ انا فعلت السناب، بضغط على اتجاه الواي، افعل الاكس واي الاول، باجي على اتجاه الواي ان انا عايزه هنا. طيب لو الحته دي مش ظاهره عندك، لو السنابس دي كلها اصلا مش ظاهره عندك، باجي هنا في اي حته فاضيه، كليك يمين وبختار الاكسس كونستراكشن. تمام، الاكسس كونسترينت. فهنا ده بيخليها، بص اختفت اهي، اقدر اجيبها تاني هنا. ايه اللي بيحصل بقى معايا؟
بص انا فعلت السناب، لو انا مش مفعل دول، انا فعلت السناب اقدر اتحكم في النقط، يعني اقدر اجيبها عن نقطة بس ما بيمسك، يعني مش بيبقى مش مظبوط قوي. لكن انا لو فعلت الاكس واي وفعلت انا عايزه في اتجاه الايه الواي، بص انا بتحرك في اتجاه الواي، فهفعل الواي، امسك الواي بتاعي واجيبه عن النقطة دي، فبالتالي بيبقى مظبوطين. هنعمل محاضرة ان شاء الله عن السناب مخصوص، لان هو مهم جدا 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 السناب ده. طيب انا حاسس ان ده ارفع من ده بكتير، لا انا ممكن ارفع ده شوية. فخلينا مثلا نمسك، بص في الفرونت عشان نبقى ماسكين كويس، نمسك الدوائر دي في السناب، نطلع ده فوق شوية، نحاول نخليهم نفس شكل بعض. طيب حلو كده. ده برضه حاسس ان هو تخين قوي، فممكن يعني الى حد ما احنا زي ما اتفقنا احنا مش بنشتغل دايمنشن دلوقتي، احنا بنحاول نطلع موديلنج. طيب الفريم جاي كده ونازل، اعتقد هو زيادة شوية مش كده، بس يعني خلينا من الفرونت نشوف. اه ده ممكن، بص انا عايز امسكه ما بيتمسكش ليه، لان انا واقف على البولي ده، فبضغط هنا ضغطة وبعدين امسك ده. طيب ده ممكن نجيبه يمين شوية كده. حلو. بعد كده هو نازل لتحت، بص كده معايا نازل لتحت. طيب نازل لتحت، هنقوم عاملين ايه يا باشا؟ نمسك برضو البوليجون ده، نضغط، خلينا ايدج عشان ما نلخبطكوش، ايدج ده والايدج ده، ونعمل له كونكت. تمام. ممكن نيجي هنا كده شوية. حلو. بعد كده نمسك البوليجون ده، بص حاجة لو انت مثلا ضاغط وده مش ظاهر، يعني انت عمال تضغط كده بس اللون مش ظاهر، ده هتضغط F2 من الكيبورد، تيجي تضغط هتلاقيه ظهر معاك. طيب نرجع للفرونت تاني، نعمل له اكسترود. تمام. نقدر ننزل براحتنا، بص كده معايا، انا عايز انزل اخليه في نفس اللي هنا كده، افعل السناب وانزل لحد النقطة دي. تمام. اهم حاجة الاكس واي يكون شغالين وفي اتجاه الواي. طيب طبعا هو مش شرط اتجاه الواي، ليه اتجاه الواي عندي؟ لان النزول عندي في اتجاه الواي. لو حاجة في اتجاه الاكس مثلا، انا عايز احركها في اتجاه الاكس، بص كده، يعني هقول لك انا عايز النقطة دي تبقى على النقطة دي، فهنا هتحرك في اتجاه الاكس، فبمسك الخط بتاع الاكس، بص كده هيبقوا عند نفس النقطة بالظبط، لكن أنا عايزه في اتجاه الواي فبخليه في الواي. طيب عملنا المنظر بتاعنا، عملنا الفريم. بعد كده هلاقي إن في عندي بوكس هنا ونازل ونهايته لحد هنا بس كده، وطالع شوية عن الفريم ده، يعني بص لو جيت بصيت كده بارز شوية عن الفريم. طيب نعمله ازاي؟ خلينا نيجي هنا مثلا، بص ده من هنا. طيب بص هنعمل بوكس برضو تاني، شايف انت لو خدت بالك هتلاقي كل حاجة بوكسات. هنيجي من التوب عند النقطة دي، او بص لو جينا شغلنا السناب هيجيب لي النقط بالظبط اللي انا عايزها. اه حلو. عملنا البوكس بتاعنا، بضغط بيه عشان يرجعنا للبرسبكتيف، لقينا بالسالب، لا انا عايزك تطلع فوق يا باشا، اطلع فوق. نيجي الفرونت كده عشان نشوف، لا هو اضخم شوية. طيب ده ضخم شوية كده، لا يبقى احنا عايزين، بص يا باشا خلينا في ده كده تاني، خلينا نخش على موديفاي، نمسك الفيرتكس، لا رجعه ورا شوية، اقفل السناب بس كده، يعني الهد هنا حلو. بعد كده نمسك البوكس بتاعنا convert to editable body، اقدر امسك الفيرتكس دي احركها هنا. طب انا مش عايزها تعدي، انا عايزها على ده، بص فعل السناب في اتجاه الايه الاكس عند النقطة. ماشي انا شايف ان هو كده كويس. بعد كده عندنا، والله هو لا طالع شوية ونازل منه، فخلينا مثلا اهو هنمسك البوليجون ده اكسترود، نطلعه شوية كمان. خلينا نبص في الفرونت عشان نشوف، والله انا شايف انه كده كويس. ممكن نصغر دي شوية، حلو كده. بعد كده نمسك الجزء ده نعمل له اكسترود. اوكي نيجي عند الفرونت، لا ننزله تحت شوية في اتجاه الواي، ايوه زي الفل. طيب ده عندنا قلنا بارز شوية. طب انا عايز بس عشان الناس ما تتلخبطش، لا احنا عايزين نلون شوية الوان، خلينا مثلا ده كنترول مع ده نديلهم لون مثلا من هنا غامق شوية. اوكي عشان بس الناس نعرف نشوف، عندنا ده لونه ابيض ده لونه خشبي، فخلينا نمسك ده مثلا نديله لون بني كده شوية.
خلينا نمسك ده نديله لون ابيض شوية. طبعا مش عايزينه ابيض خالص عشان نعرف يعني مثلا وريني كده. ماشي كويس الى حد ما. طيب عملنا المنظر ده اهو. هنلاقي عندنا الجزء بتاع الشباك ده وجزء الباب آم، داخل لجوه شوية، داخل لجوه، وده برضو داخل. تمام. طيب هنبتدي مثلا هنا نعمل بوكس اهو، من هنا كده حلو لحد هنا، اطلع لفوق. تمام. بص كده في الفرونت برضو حولته لإديتابل بولي. اقدر امسك الفيرتكس دي، انا مفعل السناب اخليها هنا، عايز نهايتها تبقى هنا. تمام. وده برضو نهايته تبقى هنا عشان تبقى كل حاجة مظبوطة. طيب ممكن احوله لإديتابل بولي، انا محوله اصلا. اقدر امسك الوش ده مثلا، اقدر اعمل كنترول. بص انا مش عارف امسك بقى الايدج قوي لان صعبه شويه، لا انا مسكت الايدج كنترول مع الايدج كده. بعدين اقدر اعمل اشيل دول بالالت، اشيل دول، اعمل كونكت. مسك لي يا باشا. اقدر اقفل بس السناب ده كده، اطلع ده شويه. اقدر امسك بقى، وريني كده. مسافه مش كبير قوي، ممكن ارجعه ورا شويه. بعدين اقدر امسك البوليجون ده، اعمل له اكسترود. ماشي من الفرونت. بص يا باشا امسك الدايره دي، الفيرتكس، اقدر احركه لحد دي مثلا. اه مش مفعل السناب اهو، بس زي الفل. طيب. طيب عندنا الجزء بقى بتاع اللي فوق ده نفس الكلام. بص نفس الكلام اه، عايزين بس نظبط ده. convert to بولي. اقدر امسك الفيرتكس، بس انا ممكن اضغط على F3 عشان اعرف اشوف. F3 وهننهيها مع هنا كده. ايوه بس زي الفل. نفس الكلام ده، هنمسك الإيدجز بتاعه. أنا مش شايف طبعا. F3 عشان أقدر أمسك الفيرتكس بتاعته أهي، وهنيها نفس الكلام مع دول. فبقى عندنا ده مقفول خالص من ورا أهو. طيب نفس الكلام هنا الشباك اللي فوق، هعمل برضو بوكس. بص كده، بوكس هنا، وده نعمل له كونكت وده نقفل. طيب هنعمل بوكس بتاعنا أي بوكس صغير ونقدر نتحكم فيه براحتنا. عملنا يا عم البوكس بتاعنا أهو. عملنا البوكس بتاعنا convert to. اظن يعني انتوا خلاص انتوا فهمتوا الفكره، اللي هو الكونفرت تو داتا بولي وخلصت على كده. نقدر نمسك الوش ده مثلا، نعمل له اكسترود لبره شويه. اطلع بره اقفل السناب. اطلع يا عم تعالى مثلا لحد هنا حلو كده. بعد كده اطلع بدل فوق. فهمت قصدي؟ طيب عندنا لا احنا عايزين نحرك الايدج ده هنا شويه كده، اتجاه الاكس. حلو. ده هنعمل له اكسترود عشان نقفل كويس قوي. طبعا احنا قاعدين يعني مش شغالين زي الاول، لا طبعا احنا عايزين نشتغل زي الاول بالفيرتكس، بس مش عشان مش عايز اطول عليكم الفيديو. فهنا اهي تمام. ومن ورا هنقفله برضو اكسترود. اوكي احنا لا عايزين نمسك لحد هنا، او على الشكل اللي مش مقفول. تمام. نعمل له اكسترود. بص ايوه. لا هي كل ده. تعالى يا معلم، انت رايح فين؟ هنا لحد هنا بس. حلو قوي. طيب احنا كده يعتبر عملنا الموديلنج بتاعنا. اخر حاجة عشان ما اطولش الفيديو، بص كده هتلاقي عندك الشباك متقسم وهنا متقسم، وهتلاقي فيه عندك فريم كده هنا داخل لجوه شوية. فخلينا نبتدي بالاتنين دول مثلا. بص كده احنا لو مسكنا ده، مسكنا البوليجون هنا وهنا، وعملنا حاجة اسمها انسيت. بص اللي بيحصل. طبعا هو الخط ده جاي عشان هو الانسيت كبير. احنا مش عايزين الانسيت ده كله، احنا عايزين حاجة بسيطة. احنا ممكن الاول بص كده لو جبنا الايدج، ضغطنا ده شيفت مع ديليت، مع كنترول باك سبيس قصدي، كنترول باك سبيس، هيمسح الايدج بتاعنا. فهنمسك ده
نعمل له انسيت، نديله قيمة صغيرة مثلا. ماشي حلو كده. بعدين نعمل له اكسترود، لا احنا عايزينه لجوه، لجوه مثلا. بس حلو كده اهو. نفس الكلام هنا، هنمسك البوليجون ده مع البوليجون ده. الاول هنمسك الايدج دي، كنترول باك سبيس عشان نمسح الايدج. طبعا لو عملت ديليت هيبوظ لك المنظر خالص. نفس الكلام انسيت، حاجه بسيطه، لا حاجه بسيطه. بعدين نديله اكسترود، هو بيجي بنفس القيمه، ما جاش بنفس القيمه. ماشي، ندخل جوه شويه. تمام اوكي. عندنا بقى يا باشا، ركز معايا عشان دي حاجة مهمة جدا 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 جدا. بص، احنا عندنا ده متقسم أول حاجة، يعني مش جزء وجزء، لا يعني ده أكبر شوية. فهنعمل، هنمسك البوليجون ده، كليك يمين عشان نمسك الإدج. احنا عايزين نعمل خط في النص، يبقى هنشيل دول. يبقى هنعمل ايه؟ ألت ونشيل دول. هنعمل كونكت، سامهولي. تمام. والله اقفل بس السناب، انا عايز يعني بص اجيبه، لا شمال شوية هنا شوية. ماشي تمام. بعد كده عندي ده متقسم خط هنا وده متقسم خط هنا، فانا ممكن امسك الايدج ده مع الايدج ده اديله كونكت. تمام. ممكن اطلع ده فوق شوية، وريني. يعني بعد كده امسك الايدج ده مع الايدج ده اديله كونكت، هلاقيه قسم لي خط. كلام جميل جدا جدا جدا. طيب بص بقى، ده كله فريم للازاز، يعني ده فريم 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 فريم. حلو. طيب انا بعمل ايه؟ بمسك البوليجونز دي كلها. تمام. مسكت البوليجونز دي كلها صح؟ هدا معانا. بعمل حاجه اسمها ايه؟ قلنا ايه؟ انسيت. طيب انسيت هو عمل لي حوالين البوليجون كلها، لا انا مش عايز البوليجون كلها. انا عندي يعني هو عاملها لي كجروب، انا عايز باي بوليجون، يعني كل بوليجون لوحده. خدت بالك؟ تمام. بس نسبه كبيره، لا انا هصغر شويه، خليه مثلا 0.4. ماشي حلو. بعد كده هعمل ايه؟ بص انا دلوقتي قسمته خلاص صح؟ هعمل حاجه اسمها اكسترود اللي احنا قلناها، لا انا عايزه يدخل لجوه. بص كده دخل لجوه شويه، فعمل لي الفريمات بتاعه الشكل ده. نفس الكلام، انا عندي مثلا الباب، وده جزء ممكن مراية او جزء ازاز برضو. نفس الحاجة اهو، مسكت ده، هعمل كليك يمين مع ايدج، همسح دول انا مش عايزهم بالالت. كونكت. تمام. اجيب ده شمال شوية، بقى عندي جزء الباب، بقى عندي الجزء بتاع المراية. جزء المراية ممكن اعمل له فريم برضو، اضغط هنا اعمل له انسيت، هعمل فريم صغير. بعدين اعمل له اكسترود، دخل لجوه بنفس القيمة. عملت جزء المراية. تمام. نفس الكلام برضو هيتعمل فوق. خلاص احنا فهمنا الفكرة كلها، فهمنا الشكل، فهمنا ممكن نعمل ايه. يعني كده احنا خلاص خلصنا. طبعا احنا مش بنعمل بدايمنشن، مش بنعمل مش هنطلعها 100% لان احنا مش شغالين دايمنشن. بس يعني قدرنا ان احنا نطلع حاجة شبيهة جدا. طبعا كل واحد بقى ذوقه يختلف، دي ممكن يقول لك لا انا عايز انزل دي شوية، بص هي طالعة فوق قوي. تمام. همسك الجزء ده مثلا انزله شوية اهو عشان يبقى كده. تمام. ممكن كده احسن شوية.